السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد مطبخ كاتيا شانيل. تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأتم الصحه وباحوال جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، وصفه جديده، بريوش بحشوه الكريمه الكاسترد او كريم باتيسير، تيجي رطب وهشيش. المهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وندوزو نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه دابا غادي ندوزو باش نوجدوا الكريم باتيسير ديالنا اللي غنحتاجوا ليه واحد 3 المعالق ديال السكر حبيبات، بيضه، واحد الفاني او لا الفاني السائل اللي عندكم نص معلقه، وعندنا 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير، وعندنا واحد نص لتر الحليب انا حطيته غلى ليا فوق النار. دابا غادي ندوزو بالطريقه. البيضه نزيدو عليها الفاني، سكر حبيبات، نخلطو الكل صافي. دابا غادي نزيد 2 معالق كبار ديال الكريم باتيسير. اللي ما عندوش كريم باتيسير يقدر يعوضها بنشا اي مايزينا 2 معالق حتى هي، واللي ما عندوش بجوج بيهم لا كريم باتيسير لا نشا يقدر يعوضو بمعلقه كبيره، يعني نص الكميه ديال الكريم باتيسير او لا نشا، معلقه كبيره ديال الدقيق. صافي دابا غادي نضيفو صافي. غنمزجو العناصر ديالنا مزيان كيف ما تتشوفوا بالفوي او لا بالطراب الكهربائي اللي عندكم، حتى وكان تمتزج لنا ديك العناصر. في هذه الاثناء انا وضعت الحليب فوق النار. من بعد ما غلا غادي نبدا نضيف فيه فوق الخليط ديالنا بشويه بشويه باش ما يطيبش لينا البيض اللي عندنا في الخليط. صافي، ومع التحريك المستمر ونضيفه كامل ونعاود نرجع الخليط ديالنا كله الكاسرول ديالنا ونرجعوه للنار مره ثانيه. صافي دابا انا رجعته للنار مع التحريك المستمر حتى وكان يعقد لينا هاد الكريم باتيسير ديالنا. بهذه الطريقه غادي نستمروا مع التحريك المستمر حتى وكان تعقد لينا الكريمه الكاسترد ديالنا، ولكن نحاولوا ما نغفلوش عليها باش ما تلتصقش لينا في القاع الكاسرول ديالنا. كيف ما تشوفوا هي بهذا القوام خصها تكون. غادي نخليها واحد الثانيه صافي ونزولها من فوق النار. من بعد ما زولتها من فوق النار تصبح القوام ديالها بهذا الشكل. غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. المهم هاد الزبده تتبقى اختياريه، مي هي تخلي لنا داك الكريمه الكاستر ديالنا ما تكونش ديك القشره من الفوق. صافي غادي نبقى نمزج في هذيك الزبده حتى وكان تدخل في الخليط ديالنا وتذوب مزيان وتعطيها واحد القوام اللي هو تيكون بريون وتيجي زوين بالمذاق ديال هاد الزبده. صافي ونرجعها للبول ديالي ونحاول نغطيها بالبلاستيك الغذائي. وانا البلاستيك الغذائي نحاول نحطو على الوجه ديال الكريمه الكاسترد باش ما يكونش لينا ديك القشره كيف ما تشوفوا ها هو موضح عندكم في الصوره. صافي وندخلوه للثلاجه او المبرد حتى وكان يشد لينا الكريمه في راسها ونخرجوها. دابا غادي ندوزو باش نوجدو العجين ديال البريوش ديالنا اللي غنحتاجو ليه واحد كاس ديال الحليب عنبه ما يعادل 160 ملي، وعندنا 350 غرام ديال الدقيق الابيض، عندنا 2 معالق كبار ديال الزبده، وعندنا 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، نص معلقه صغيره ديال الملحه، بيضه صغيره وفاني. بالنسبه للفانيلا يا اما كيس او لا السائله اللي عندكم. صافي دابا غادي ندوزو باش نوجدوا البريوش ديالنا. ناخذوا كاس الحليب ما يعادل 160 ملي. انا غادي نخلي لكم المكونات في صندوق الوصف بالضبط. صافي وغادي نزيد 2 معالق كبار ديال السكر حبيبات والخميره الفوريه. صافي ونمزجو الكل
ونخليوه تقريبا واحد 3 دقائق على ما تفاعل لينا ديك الخميره. صافي ونرجعوا باش نكملوا العجين ديالنا. من بعد ما تفاعلت لينا ديك الخميره غادي نزيدوا واحد نص معلقه ديال الملحه، المهم تتبقى على حساب الذوق. بيضه، فاني، صافي ونمزجوا الكل. ونبداو نزيدو في الدقيق ديالنا بملعقه خشبيه اولا هكا ديال السيليكون اللي عندكم. نحاولوا نرشوا سطح العمل بشويه ديال الدقيق ونوضعوا العجين ديالنا ونضيفوا ليه الزبده اللي بقات لنا من المكونات، ونبداو ندخلوا فيها في العجين شويه بشويه حتى وكان منسجم لينا مزيان مع العجين ديالنا. صافي بهذه الطريقه غادي نبقاو ندلكوا العجين ديالنا وندخلوا فيه ديك الزبده مزيان مع اضافه شويه ديال الدقيق، شويه ماشي بزاف غير تتجمع لينا. المهم العجين ديالنا تتبقى مرخوفه ما تنقصحوهاش. صافي ونجمعوا العجين ديالنا ونحطوها في واحد البول اللي هنا درنا ليها شويه ديال الزيت، ونوضعوا العجين ديالنا ونحاولوا نغطيوها بلاستيك الغذائي ونخليوها تختمر ما بين 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه، ونتلاقاو باش نشكلوا البريوش ديالنا. العجين ديالنا من بعد ما خليناه يختمر تقريبا واحد 20 حتى 25 دقيقه. الكريات ديالي من بعد ما شكلتهم كاملين، العجين اللي عندي تقريبا خرجت ليا 16 كره. مهم كل واحد وعلى حساب القياس ديال البريوش اللي بغى يعمل. هذه الكاسترد من بعد ما خرجتها من المبرد او الثلاجه، المهم تتشوفوا القوام ديالها واقف. صافي دابا غادي نحاول نخدمها بالفوي اولا بالطراب الكهربائي غير واحد شويه باش نتسهل علينا نخدموا بها. صافي نبداو نبسطو في الكريات ديالنا على شكل دائري بحجم صغير او كبير، كل واحد على حساب البريوش ديالو كيف بغا يجي. نوضعوا واحد المعلقه ونص كبيره ديال الكاسترد وسط السيركل ديالنا، ونجمعوا العجين ديالنا من الجوانب. نجمعوها مزيان باش ما تسيحش لينا الكريم على برا، ونوضعوها في صفيحه الفرن تكون مدهونه بالزبده او مغلفه بورق الفرن. نوضعوها على شكل مائل ونخليو واحد لو جو او واحد الفراغ ما بين البريوش والبريوش باش ملي تخمر لينا تلتصق. غير انا خليت واحد المسافه كبيره، نتوما حاولوا تقربوا المسافه بيناتهم. صافي ونمشيو بهذه الطريقه حتى وكان نكملوا الكريات اللي عندنا كاملين. كما تشوفوا صفيحه الفرن ديالي انا وضعت البريوش ديالي على شكل مائل. حاولوا تقربوا المسافه ما بين الوحده والثانيه باش تجيكم البريوش ملتصق ويجيكم على شكل شهده. بالنسبه للطريقه يمكن لكم تعملوا هذه الطريقه الثانيه اللي انا عملت، يعني تبسط الكريات ديالي كاملين وضعت في وسط منهم كريمه الكاسترد بالتساوي باش ما تبقاش ليا وباش ما تخصنيش الكريمه. عملت هاد الطريقه سهله وزوينه. صافي من تتكملوا وضع الكريمه تبداو تجمعوا فيها من الجوانب وتجمعوها مزيان باش ما تسيحش لكم هذيك الكريمه. من بعد ما كملت البريوش ديالي في التشكيل بهذه الطريقه هذه،
صافي دابا غادي ندوزو باش نزينوهم. المهم انا غادي نزينهم بحبيبات ديال الزبيب او العنب المجفف بهذه الطريقه. المهم 4 الحبات ولا 3. المهم نتوما على حسب الذوق ديالكم، الا بغيتو تزينوهم حتى بحبيبات الشوكولات تزينوهم بحبيبات الشوكولات او لا تخليهم هكاك. المهم كيف ما درتو ليهم غادي يجيو مزيانين. من بعد ما كملت البريوش ديالي غادي نخليه يختمر المره الثانيه، مي هاد المره 15 دقيقه فقط. البريوش ديالنا من بعد ما خمر لينا الخمره الثانيه، مهم ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه. صافي غناخذوا واحد صفر بيضه ونضيف عليه واحد المعلقه صغيره ديال الحليب ونمزجهم مزيان، او لا قهوه سريعه الذوبان. صافي وندهنوا الوجه العجين ديال البريوش ديالنا. في هذه الاثناء انا خدمت الفران على 200 درجه النار من التحت ومن الفوق. ملي غنكمل البريوش ديالي صافي غادي نهبط من درجه الحراره، غادي نخليها 180 درجه النار من التحت ومن الفوق، وندخل صفيحه الفرن ديالي تقريبا ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه، ونخرج البريوش ديالي من الفرن. البريوش ديالي من بعد ما خرجته من الفرن كيف ما تلاحظوا غادي نعمل له واحد الرشيشه ديال السكر ثقيل او السكر كلاصي. هذه المرحله تتبقى اختياريه، كل واحد على حسب الذوق ديالو. النصيحه اللي غادي نقول لكم وهي صفيحه الفرن تكون صغر من هذه 30 على 30 باش يجيكم الشهده ديالكم زوينه. وبالنسبه البريوش ديالكم حاولوا تقربوا ما بين الوحده والثانيه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ودعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.